الشخص ده حيدمر أكبر قناة يوتيوب في العالم اللي هي قناة مستر بيست، القناة اللي تأثيرها وصل لكل العالم وغير محتوى اليوتيوب والتحديات. I put 100 people inside of a giant circle and whoever leaves the circle last wins $500,000. الشخص ده اسمه كريس وكان أقرب شخص لمستر بيست وفي نفس الوقت من فريق عمل القناة. وفي معلومة تقول إن كريس أول مشترك في قناة مستر بيست وكان دائما يطلع معاه في القناة والفيديوهات لدرجة صار عنده معجبين، وكريس صار جزء من قناة مستر بيست. قبل فترة خرج كريس وقال إنه بياخذ هرمونات لأجل يغير جنسه لبنت والعياذ بالله. والمصيبة يوم بدأ الشيء ده كان وقتها متزوج وعنده طفل. الفترة ديك الكل بيقولوا إنه مستر بيست راح يطرده من القناة، ولازم يطرده أصلا لأن أطفالهم بيتابعوه كيف يخليه يظهر في القناة. خرج مستر بيست وقال وقتها إنه ده صاحب ومن أقرب أصحابه لازم يوقف معاه، باختصار ما راح يطرد. ومرت الأيام والسنين، فجأة الغرب بدأوا يفضحوا المشاهير المفترسين واللي عليهم شبهات. من يوم ما طلعت فضيحة دكتور ديسريسبكت إنها متحرش بالأطفال وتم كنسلتها، صاروا الغرب يدوروا في ماضي أغلب المشاهير. I would think. Now, of course, being that this is again a video, even if it is a video, I can't exactly 100% verify these messages, right? This is again allegation stuff, but it's pretty serious, okay? You know, if people are willing to talk about people like Cody Ko, Dr. Disrespect, then these are things that again we all have to cover, especially when we're dealing with one of the largest channels on YouTube. So again, looking at some of these messages, you got emojis, of course, dad. This is the best Snapchat I've ever seen. So then there were some messages over here where they were explicitly speaking to a group of people, including allegedly one minor. I know, dude. I would inside of that egg and then watch her eat it, and then watch her have with another man while she comments about how much. لين خرج يوتيوبر اتكلم انه كريس كان يتحرش بولد قاصر بعمر 14 سنة، وانتشرت المحادثة اللي مع القاصر وكريس. Oh my god, bro, this shit is terrible, my nigga. This is wicked, my nigga. I wish I was in the video. Me too. It's too soon, though. I could introduce you to everyone when you get a little older. Yeah, that would be awesome. Your birthday is coming up, isn't it? Yeah, December 2nd. You're turning 14, so he was 13. I don't know what the party will be at. My mom is still deciding. What do you want? I can give you anything. Bro, I don't even feel comfortable reading this motherfucker right now, my nigga. It's fine, look at my snap, okay? You know if a nigga directs you instantly to a snap, you know some sus shit going on. I don't give a fuck. I love you. I meant I love yo, this nigga. No, bro. No, my nigga. No, bro! Oh my god, my nigga. I love you? The nigga said I love you. I meant I love playing Minecraft with you. يجيك واحد يقول يمكن بيضخم الهرجة وكانت نيته كويسة. في تغريدات كثيرة بعد ما انتشرت كريس حذفها من حسابه، وواحدة من التغريدات انه كان بيدعم الشخص ده، والشخص ده تقدر تقول عنه مختل وقذر. وانطرد من الجامعة لانه كان يرسم شخصيات انمي، بس مو أي شخصيات أنمي، لناس قصر بوضعيات غير أخلاقية. وبعد ما انطرد من الجامعة سوى موقع يبيع فيه الرسومات المقززة حقته، واللي بيخشوا الموقع كلهم نفس فئته، أقل شيء تقدر تقول عنهم مرضى. فالمرضى دول طلبوا منه إنه يرسم بنت صحفي بشكل غير أخلاقي، ولبى طلبهم ورسم الطفلة اللي عمرها 8 سنوات بشكل مخل وغير أخلاقي. وكريس نشر الصورة حقت الرسام ودعمه، وفوق ده اشترى الصورة وعلقها في غرفته. والمصيبة الصحفي كلم كريس وقال له يحذف الصورة، وكريس وقتها ما رد عليه ولا اعتذر. بس كريس يوم شاف كل الصور والمحادثات بدأت تطلع، خرج وغرد وقال أبغى اعتذر لأي شخص أسأت له في الماضي بتعليق أو أي شيء لأني ما كنت أقصد. وبعد ما شفت هذه الأخبار اللي طالعة قررت أنفصل عن طاقم مستر بيست وأركز على عائلتي وصحتي النفسية. وطبعا الردود كلها كانت هجوم وما حد قبل اعتذاره. وزي ده قال انت حقها تخش السجن، ولا قال مثير للشفقة. وجاء رد الصحفي اللي كريس نشر صورة بنته وقال انت ما اعتذرت مني قبل 8 سنوات، وقلت لك الرسمة دي رسمة بنتي وانت ما اعتذرت وظليت تدعم الشخص اللي رسم بنتي بالطريقة هذه. ايش اللي تغير دحين؟ From Mr. Beast used me, manipulated me, and did very inappropriate things with me while I was about 15 years old. He would also frequently bring up sexual topics that was definitely not appropriate to bring up around 15, 16-year-olds. Especially with him being like, I don't know, 20, 21 years old. He would even go as far as linking me several different corn and hentai videos throughout the time of me talking with him.
وبعدها في واحد برضه انتشرت له صورة لما كان عمره 13 أو 14 سنة متصور مع كريس، وكانوا وقتها بيصوروا مقطع فورتنايت في قناة الجيمنج. والآدمي داك بعد المقطع صار يتواصل مع كريس كثير، لدرجة انتشرت له تغريدة الولد قال لكريس فيها رسلت لك صورة لي خاصة شوفها ولا توريها أحد. وبعد ما انتشرت التغريدات خرج الولد وقال كل الفيديوهات الكلام اللي فيها غلط، وكريس ما سوالي أي شيء، واللي بيننا كان مزح، وأنا ما حد استغلني ولا إني ضحية. ومن بعد التغريدات اللي انتشرت أكيد الناس ما راح تقول كلام فاضي، وعلى طول جاء له رد وشخص قال له كم دفعوا لك عشان تقول كده؟ قال ما حد دفع لي شيء. وجاه رد ثاني قال فيها الشخص أنت ضعيف وأنا آسف إنه صار لك اللي صار لك، بس لا تحس إنك لازم تبرر أو تغطي على هذا الوحش المريض. وغرد شخص وقال مستر بيست يعرف كل شيء. وقتها طلع شخص كان في طاقم عمل مستر بيست وقال ترى اللي بيسويه كريس مستر بيست كان يعرفه كله. Turn off the music. I'm outside Mr. Beast's studio right now. Here's a cornfield. I'll explain that tomorrow. I've just been driving by looking to see, you know, is there an FBI raid going on? What's happening? My name is Dawson. I worked at Mr. Beast from February to May of this year, 2024. Chris is the tip of the iceberg. And when Jake the Viking says Mr. Beast knew, yeah, Mr. Beast knew. I heard many times that Ava, Chris Tyson, is a major liability, but they can't get rid of her because she's already threatened legal action and she knows too much. And when all this information comes out about everything that she knew, everything other people know, I promise you on everything Mr. Beast has done. Amazon, if you can get your money back, get your. ومن بعد الفيديوهات والمقاطع والصور والتغريدات بعد 72 ساعة طلع مستر بيست وتكلم وقال في آخر كم يوم عرفت بالادعاءات اللي كانت حول كريس، وأنا مش مئز من تصرفاته وما أدعم هذه التصرفات. وخلال الفترة الماضية استعنت بمحققين عشان نبحث عن صحة هذه الادعاءات، وأنا شفت اللي يكفيني في السوشيال ميديا، فقررت قرار فوري بإزالة كريس من قناة مستر بيست لأني ما أؤيد أي تصرفات غير لائقة، وراح نكمل بحث وتحقيق شامل وراح نتخذ أي إجراء آخر بناء على النتائج اللي راح نوصل لها. وهنا رسميا كريس انطرد من قناة مستر بيست وفوق ده راح ينسجن. وإذا وصلت أنا هنا أتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي. كمان وقتها كريستوفر لقت فرصة وخرجت لجل تفعل جرس الإنذار اللي في البيت، بس روبرت ومايكل عطلوه وقتها وكانت حتخرج برا البيت بس طاحت من كتر ما إنها نزفت. صارت تصرخ وتطلب النجدة، وأول ما جات الشرطة سمع صراخ كريستوفر وهي تطلب النجدة، وأول ما دخل الشرطة البيت شافوا كريستوفر طايحة على الأرض وجسمها كله دم. ولما شالوها للإسعاف وقبل ما يودوها المستشفى قالت للشرطة إنه أخوانها هم ورا كل شيء، روبرت ومايكل. والشرطة فتشت البيت كامل ما لقيوا غير جثث العائلة، ما كان في أحد عايش إلا أختهم الطفلة اللي عمرها 2 سنين وكريستوفر اللي نقلوها للمستشفى.